بيكم يا تكاتستيكا في حلقة جديدة من برنامج جو تاكتكس، وانا جاي اقول لك الحقيقة من غير فلات. حديثنا هيكون عن المباراة الجميلة اللي كانت ما بين ليفربول وبرايتن في ليلة توهج محمد صلاح. ومحمد صلاح تقريبا كده بيوصل رسالة قبل بداية الأمم الأفريقية. يلا بينا استعدوا مع جو تاكتكس. النهارده فعلا شفنا الضغط والشراسة بتاع ليفربول. يعني هو ده الضغط والشراسة بتاع ليفربول بجد يا جماعة، مش ضغط والله العظيم. هو ده الضغط بتاع نادي ليفربول. النهارده حرفيا برايتون كان بيواجه صعوبه في عمليه الخروج بالكوره. برايتون النهارده ما اعتمدش غير على المرتدات وعلى التحولات السريعه، كان ساعات بيواجه عمليه الخروج بالكوره. فالنهارده لا، شفنا اداء رائع ليفربول، وده بسبب مين؟ بسبب واحد بس، محمد صلاح. ارجعوا كده لكل الفيديوهات اللي فاتت، قلت لكم ايه يا جماعه؟ قلت لكم يا جماعه الحل في ان ليفربول يرجع تاني في محمد صلاح. شوف انت لما محمد صلاح رجع لمستواه، شوف ليفربول بقى عامل ازاي. نزول محمد صلاح غير شكل الفريق هجوميا. محمد صلاح رائع. انا متاكد بص ان حرفيا المدرب ارني سلوت والجهاز الفني والاداره هيبقى شكلهم عره قدام صلاح والصحافه بسبب الكلام اللي اتقال ده. فكره ان ارني سلوت يروح ويحمل المسؤوليه لصلاح وفي الاخر يطلع صلاح ملوش اي ذنب في اي حاجه. انا متاكد ان ارني سلوت قدام المؤتمر الصحفي هيقعد يمجد في صلاح، هيطبل لصلاح. قلت لكم يا جماعه الحل في عوده صلاح مستواه. محمد صلاح يا جماعه رائع. بصوا يا جماعه انا عايز اقول لكم بس على ارقام محمد صلاح النهارده. محمد صلاح النهارده تمريرات دقيقه 84%، تمام، 27 من 32، صنع 5 فرص، لمس الكوره 45 مره، مراوغات 1 من 3، مواجهات ارضيه كسب 3 من 5، مواجهات هوائيه 1 من 1، استرداد الكوره استرد الكوره 5 مرات. يكفي بس يا جماعه صناعه الفرص، الراجل صنع 5 فرص. 5 فرص يا جدعان. ده معناه، وخلي بالكم ده جزء من مستوى محمد صلاح، ده جزء من مستوى محمد صلاح. لسه عنده اكتر من كده، لسه عنده اكتر من كده. وكمان محمد صلاح ليه غير شكل الفريق، لان كمان عندك ابراهيم كوناتي. كلنا عارفين طبعا الراجل ده الكرات الطوليه بتاعته اللي بيلعبها من الدفاع للهجوم في ناحيه اليمين. دلوقتي بقى في فعلا جناح يمين يلعب له الكرات الطوليه دي. يعني كوناتي كلنا شفناه كان بيحرك النهارده محمد صلاح بشكل كويس جدا في المساحه. النهارده ليفربول ضغط عالي وشرس، رتم عالي حرفيا طول المباراه. النهارده حرفيا شوف كلنا شفنا، قلت لكم يا جماعه كده في ماتش انتر كده، ارجعوا كده لماتش انتر، قلت لكم ايه يا جماعه في الفيديو اللي انا عملته قبل ماتش ليفربول انتر، هتلاقوه على التيك توك. قلت لكم يا جماعه ان ليفربول عشان ما عندهاش جناح يمين، كل الفرق بتهاجم من ناحيه اليمين. النهارده شفت برايتون كان بيهاجم النهارده من ناحيه اليمين، اللي هي الناحيه الشمال بالنسبه لهم، لا ده كان بيهاجموا من الناحيه الثانيه. ليه؟ عشان انت عندك ناحيه اليمين محمد صلاح كان قايم بدور الواجبات الدفاعيه بشكل كويس، قام بدور الواجبات الدفاعيه بشكل كويس النهارده. تمام. انا متاكد ان في شخص النهارده متغاظ محمد صلاح، واير روني، لان محمد صلاح تخطى رقم واير روني. بقى ايه؟ بقى مساهم مع ليفربول ب 277 مساهمه، بقى اكتر لاعب مساهم مع نادي واحد في البريمير ليج ب 277 مساهمه. وتاريخيا بقى في تاريخ بقى البريمير ليج 280 ايه؟ 280 اسيست. يعني بصوا كمساهمه بقى تهديف وصناعه، اكتر لاعب مع نادي واحد في البريمير ليج 200 ايه؟ 277 في البريمير ليج، 280 اسيست. تاريخيا تخطى رقم فرانك لامبرد. فلا، ده محمد صلاح رائع. النهارده كابتن محمد ابو تريكه قال حاجه، قال لك ايه؟ النهارده يعني الصحف مستكتره على لاعب عربي مسلم يحقق الارقام دي، لان هم مش مصدقين ان اللي فعلا في لاعب عربي مسلم يجي يكسر ارقام اساطير زي كريستيانو رونالدو، زي تايري هنري، زي واير روني، زي وزي وزي. فالنهارده لا، محمد صلاح النهارده عالمي، عالمي النهارده. بصوا كده بس على اللقطه دي، ركزوا بس كده في النقطه دي. شفت الكوره اللي اداها اكاليس، اسمها اليكس ماكاليستر؟ شفتوا عمل ايه فيها؟ كان ممكن على فكره محمد صلاح يراوغ ويسدد، كان ممكن محمد صلاح يسدد، لكن هو فضل انه يديها لزميله. شوفوا الفرصه الثانيه برضه، ركزوا في النقطه دي، الفرصه الثانيه اللي اداها الهوجو اكتيكي وبرضه ضيعها. النهارده حرفيا محمد صلاح اداهم هجمات كتير قوي وضيعوها. ده معناها ان الراجل ده استرجع مستواه. وارجعوا كده لكل الفيديوهات اللي فاتت هتلاقوني قلت لكم يا جماعه محمد صلاح لا، هيوجو اكتيكي النهارده رائع. بصوا النهارده الراجل ده قايم ب3 مراكز. يعني في الشوط الاول ما بين 9 و10، الشوط الثاني بيتحرك على الاطراف. الراجل ده بص يفضل يتحرك كويس في العمق الدفاعي. ركزوا كده في نقطه الهدف الاول، شوفوا الراجل ازاي كان نهائي كيتيكي كان بيتحرك ازاي في العمق الدفاعي بشكل كويس. شوفوا ازاي الراجل ده كان بيتحرك في العمق الدفاعي بشكل كويس. ده هو كيتيكي. تمام. ادي عندك استلام يقوم بدور رقم 10 واستلام ما بين الخطوط، يتحرك طبعا على الاطراف وينزل في اطراف انصاف المساحات.
ارجعوا يا جماعه الماتش انتر ميلان، قلت لكم يا جماعه عايز تنزل انزل بهيوجو ايكيتيكي، انزل بهيوجو ايكيتيكي، ما تنزلش ايزاك. بص يا جماعه عايز اقول لك على حاجه، عشان لو عايز ايزاك يرجع لمستواه، عايز تعامل ترجع ايزاك لمستواه، يبقى ايزاك تحسسه ان هو لسه في مرحله البري سيزون، يعني لسه قدامه فرصه، ولسه يعني ايه تحسسه ان لسه الموسم بدري، وان لسه طبعا قدامه فرصه ان هو يعمل ارقام كويسه، تحسسه ان هو لسه في مرحله البري سيزون عشان تعرف ايه، عشان تعرف ترجعه اللياقه البدنيه تاني. لان انا لاحظه ان ايزاك وحش، انت حرفيا برضه رغم كل ده بفضل ايزاك على ايكيتيكي، عايز تنزل الايام الجايه تنزل ايكيتيكي وتحسس ايزاك ان هو لسه في مرحله البري سيزون، تمام، عشان يرجع في ايه، يرجع للياقه البدنيه بتاعته القويه. لكن انت جبت ايزاك، لا خلاص انا هنزله على طول وهفضله على هوجو ايكيتيكي، ما ده غلط. فلا، الصراحه النهارده يعني ايكيتيكي رائع، لما يرجع بقى ايزاك لمستواه ساعتها بقى ايه، تحاول انك تدور لك على خطه تلاقي فيها ايه، تلاقي توليفه للاثنين المهاجمين دول. فالصراحه النهارده بص، يعني ايه، ليفربول النهارده مقدم احسن مباراه في الموسم، وصلاح النهارده مقدم النهارده احسن مباراه حرفيا في الموسم، تمام. نادي برايتون النهارده لعب على المرتدات، لعب على المساحات وعلى التحولات السريعه، واللي يعجبك كمان ان برايتون كل ما بيوصل لمرمى ليفربول كان الصراحه بيبقى خطير، يعني كل ما يوصل بيبقى خطير، كل ما يوصل بيبقى ايه، بيبقى خطير. هيوجو ايكيتيكي النهارده ارقامه ارقام حلوه جدا، تسديدات 7 تسديدات منهم 2 على المرمى، تمريرات دقيقه 80%، 24 من 30 مراوغات، 4 مراوغات، لمس الكوره 49 مره، مواجهات هوائيه 1 من 1، مواجهات ارضيه 6 من 8، استرداد الكوره، استرد الكوره 4 مرات. شوفوا يا جماعه هيجو اكتيكي، شفتوا حاله الروح اللي الليفر كان النهارده بيلعب بيها، شفتوا حاله الروح اللي كان الليفر النهارده بيلعب بيها. تخيلوا مع هيجو اكتيكي بيتحرك على الاطراف، ودور رقم 9 وكمان رقم 10 يستلم ما بين الخطوط، 3 ادوار النهارده لهيجو اكتيكي. فالصراحه النهارده عالمي، النهارده هيجو اكتيكي عالمي. شوف انت النهارده كمان الجماهير كانت النهارده ازاي بتحيي صلاح، شوف اللعيبه ازاي كان النهارده بيحيي صلاح لما صنع الهدف النهارده، شوفوا. فالصراحه تحس كده صلاح بيوصل رساله قبل نهايه الافريقيه. بس كده طبعا، ودي كانت نهايه حلقتنا. ولو انت بتحب الكوره من زاويه تحليلات ناريه واخبار سريعه يبقى تابعني على كل المنصات، لينك المنصات هتلاقيها طبعا في الديسكربشن من تحت. وكان معاكم يوسف عمر من برنامج جو تاكتكس، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، سلام.